أهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات فانتازي الدوري الإنجليزي، وحلقة طلبت في الفترة الأخيرة بشكل كتير جدا جدا أفضل تشكيلة وايلد كارد. أنا عايز أعمل وايلد كارد دلوقتي، أختار مين معايا في التشكيلة بتاعتي. والنهارده جاي أكلمك في نقطة الوايلد كارد. الناس اللي عايزة تفعل وايلد كارد هتلاقي كل الإجابات بتاعتها إن شاء الله في الحلقة بتاعت النهارده، وتختار لعيبة مين تعتمد عليهم في الفترة اللي جاية. حتى اللي مش عايز يفعل وايلد كارد هيلاقي برده لعيبة تقدر انك تبني عليها للفتره الجايه، وافكار بالنسبه للعيبه الموجوده في تشكيلتك. فهتلاقي كل الحاجات دي موجوده في الحلقه بتاعتنا النهارده ان شاء الله. لكن انت عارف، طالما وصلك الفيديو لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لايك وسيله دعمك الوحيد على يوتيوب. شدوا حيلكم معانا يا جماعه، احنا ماشيين بسرعه السلحفاه تقريبا، عاوزين نوصل 25,000. عايزين نوصل 25,000، شدوا حيلكم معانا. وحابب اشكر الناس اللي بتدعم بشكل كبير في الفتره اللي فاتت. يلا ندخل تفاصيل الحلقه بعد الانترو. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. نقطة مهمة جدا جدا جدا، بس عشان في ناس كانت يعني لقيت كومنتات كده ان انا مش برد على تعليقات الناس. انا ما ببقاش قاصد ان انا ما اردش على تعليقات حد، ساعات بيبقى الوقت مضغوط مش لاحق ارد على تعليقات الناس، فبكون نقطة غصب عني. حتى بعد كده ببدا ان انا ببص على التعليقات وببدا اخد الحاجات اللي فيها واتكلم فيها في الحلقات اصلا اللي بعد كده. يعني انت اصلا الحلقه دي معموله عشان الناس طلبت مني في التعليقات اللي قبل كده. الموضوع مش تجاهل لتعليق حد او حاجه شبه كده، لا الموضوع مش كده خالص يا جماعه. بس هو والله انا ببقى لوحدي، فمش لاحق ان انا احضر واصور ومنتج وانزل الحلقات، فبص على التعليقات وبحاول ان انا اجاوب على الحاجات كلها، سواء في رد على تعليق او ان انا احطه في الحلقه اللي بعدها زي ما احنا عاملين الحلقه بتاعت النهارده. نقطه مهمه جدا حبيت ان انا اوضحها، لكن اي حد بيكتب تعليق فوق راسي من فوق. النقطة الثانية يا جماعة، يا ريت تنضموا لكود دوري القناة لو موجود تحت في الديسكربشن. زي ما احنا عارفين، أول إن شاء الله حد في شهر فبراير ياخد شيرت فريقه المفضل، فتلاقي الكود موجود تحت في الديسكربشن. قدامك فرصة إن أنت تتنافس وتعمل لي فولو كمان على تويتر، ده شرط من شروط المسابقة. يلا بينا بقى ندخل في التفاصيل بتاع حلقتنا النهارده. الحقيقة تشكيلة الوايلد كارد ديت أصعب وايلد كارد أنا فكرت أعملها. يعني دي أصعب تشكيلة وايلد كارد أنا فكرت أعملها. الفترة دي من الموسم كل سنة بتكون اصعب فتره في الموسم، وفي نفس الوقت امتع فتره في الموسم من الحاجات اللي بتبقى حواليها. انت عمال تدخل في دبل في بلانك في دبل في بلانك في دبل في بلانك، التشكيله ما بتعرفش تظبطها. عندك حتى 25 جوله دبل وبلانك، اتنين في واحد. فرق من اللي انت اصلا عندك لعبتها عندها دبل، وفرق من اللي انت عندك لعبتها برضو عندها بلانك. فبالتالي التشكيله دي فعلا تشكيله صعبه جدا، وممكن تكون تشكيله جدليه. لكن نصيحتي ليك ما تاخدش التشكيله كوبي بيست عندك. لو انت بتفكر تعمل وايلد كارد ما تاخدش التشكيله كوبي بيست عندك، خد الافكار منها اللي تناسبك عادي جدا. خد 50%، 60، 70%، 80%، زي ما انت مقتنع. امشي برضو مع اقتناعك، اعرف الفكره وامشي برضو مع الاقتناع بتاعك. وكده كده هتلاقي حاجات جدليه لازم تكون موجوده في التشكيله، نتفق ونختلف عليها. التشكيله اول حاجه في حراسه المرمى، لما تيجي تبص كده بسم الله الرحمن الرحيم هجيب حارس مرمى مين؟ انت مش هتلاقي اوبشن ظاهر قوي في حراسه المرمى في الفتره دي في فانتسي، فرحت مع اختيار كيبا 4.6 من 10، سعره كويس، مش هيبلانك في 25. الدفاع بتاع تشيلسي مش احسن حاجه، لكن ابتدى يتعافى شويه، ده حاجه طبيعيه وحاجه ظاهره للجميع ان الفريق ابتدى يتعافى. انا عارف ما طلعش بكلين شيت، لكن كان ماتش صعب. ماتشهم اللي فات الحقيقه كان ماتش صعب جدا، لكن ابتدى يتعافى مع عوده بعض المصابين. ريجيمس رجع من جولتين، تشيلويل رجع الجوله اللي فاتت، ابتدت ناس من الصفقات الجديده تاخد وبدات ان هي تلعب، فابتدى الشكل الدفاعي بتاع تشيلسي يبدا ان هو يتحسن شويه. فبالتالي كيمبا كمان بيجيب سيفز، فهو الاختيار الموجود دلوقتي. الاختيارات الثانيه لو انت عايز تفكر في حد، تروح مع بوب عنده بلانك. هتروح مع مين؟ مع ادرسون. مش عارف انه مش شايف يا عيني، يعني ادرسون مش شايف قدامه فبالتالي مفيش اختيار تاني احسن من كيمبا دلوقتي. الاختيار الثاني اللي هيكون موجود على الدكه هو وورد، حارس مرمى فريق ليستر ب 4 مليون ومش هيفرق معاك. عايز ما تجيبوش وتروح تجيب مثلا فروستر 3.9 من 10 بتاع فريق زي فريق توتنهام، وكده كده فريق توتنهام هيلعب بيه، هو مضطر، هو لابسه على الاقل 5 6 اسابيع بسبب اصابه لوريس. ده بالنسبه للجزء بتاع حراسه المرمى. بالنسبه للجزء اللي قدام، اول مدافع هيكون عندنا هو جابرييل. ليه جابرييل؟ جابرييل نقطه مهمه، جابرييل ضمن مكانه، دي نقطة مهمة جدا. بن وايت، أنا عندي بن وايت في تشكيلتي، والحقيقة إن بقى الموضوع قلق بشكل كبير جدا جدا. يعني الموضوع بقى قلق
بشكل كبير جدا. قال لا بن وايت هيلعب مش هيلعب، هيطلع عند الدقيقه 60، هيطلع عند الدقيقه 50، هيطلع عند الدقيقه 70. فالموضوع بقى توتر بالنسبه لبن وايت في موضوع ارسنال بشكل كبير. وانا واحد من الناس عندي بن وايت في تشكيلته، وبقول لك الجوله اللي فاتت مثلا الدقيقه 58 شفت تومياسو بيسخن، يعني تومياسو المفروض هينزل. فانت تخيل ان هو لو نزل كلين شيت كان راح وكده كده طرف الاخر، بس ده كان حظ السيء. زيتشينكو ما بقاش بيزيد الزياده الكبيره، عشان اقول لك برده مثلا هات زيتشينكو، عايز تجيبه هاته. انا اخترت جابرييل بالذات لانه بيزيد في الكرات العاليه، ممكن كورنر حاجه زي كده يخطفها ان هو يسجلها جول. عايز تجيب حد تاني بقى من الدفاع بتاعهم تمام زي الفل، كده كده مش هيبقى لكم 25 ومكملين معاك اصلا، لا عندهم دبلات ولا بلانكات، كده كده فريق ارسنال يكون ماشي معاك بشكل كويس جدا. ده الاختيار الاولاني. الاختيار الثاني هو تاركويسكي، طبعا عنده دبل في 25، اعتقد ان هم ممكن يطلعوا لهم بكلين شيت فيه ولا حاجه. برضو ما تاخدش الماتش اللي فات مقياس، الماتش اللي فات قدام ليفربول ديربي صعب جدا على الفرقتين، عادي جدا تشوف اي حد كسب في ديربي المرساسات بيكون صعب جدا على الفرقتين. فخد الموضوع بالنسبه لك ما يعني ده لاعب اوبشن دكه اصلا 4.2 يعني لعبته تمام، قعدته على الدكه تمام، مش هيزعلك في حاجه. خد منه كام جوله الجايين وبعد كده بيعه، وهيجيبوا كلين شيت، هيجيبوا كلين شيت، لان اصلا شون دايتش بيعتمد اصلا على الدفاع المقفل. هم هجوميا مش مغريين قوي، لكن دفاعيا تاركويسكي ماشي بشكل مميز. بعد كده تريبير اللي ما طلعش بكلين شيت بقاله جولتين، تريبير اللي هيلاعب مثلا ليفربول الجوله الجايه، تريبير في 25 عنده بلانك، تريبير ده الاوبشن الاولاني اللي هيبقى عندك على الدكه ب 25. تريبير نسبه امتلاكه مرعبه، اخر جولتين مش كويسين، وعندهم ماتش قدام ليفربول ممكن يكون ماتش رخم شويه، وبعد كده عندهم الماتش بتاع البلانك اللي في 25، فانت هتقعده في 25 وبعد كده ماتشاته وترجع الراجل هيلعب تاني. تريبير بياخد بونص، انت شايفه ابن صاحب اللعبه. فلو تريبير مش موجود معاك، لا، تريبير وهالاند اعلى نسبه امتلاك موجوده في اللعبه، فلازم حتى لو مستواه نزل تسيبه، لانه لو كح في الملعب هيزعلك فعلا، لو كح في الملعب هيزعلك. فخلي تريبير يكون موجود معاك في تشكيلتك، واوعى تفكر ان انت تبيعه. اللاعب اللي بعد كده هو كيلمان، مدافع فريق وولفرهامبتون، كلمتك عنه في الحلقات اللي فاتوا. بالمناسبه يا جماعه عشان برضه ناس بتسالني في حاجات انا ببقى اتكلمنا فيها، اللعيبه اللي بيعها عملنا عنها حلقه، اللعيبه الديفرنشال اتكلمنا عنها امبارح، يعني نزلتنا حلقه فيها امبارح. فبعد ما تخلص الحلقه دي ارجع اتفرج عليهم، ارجع اتفرج، هتلاقي كل التفاصيل اللي انت بتسال عنها في الكومنتات اصلا هتلاقيها موجوده في الحلقات ديت باذن الله. عندك حاجه جديده اكتبها وهتلاقيها في اللي جاي. ولو نسيت اللايك انزل اعمله، يعني نسيت اللايك انزل اعمله. اول مره تتفرج اشترك في القناه، الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها ديت مش هيبقى مفيش نقط ومفيش اشتراكات. كلمه الدفاع بتاع ليفربول حسن مع لوبيتيجي، بقى ماشي بشكل كويس، عادي جدا يجيب كلين شيت، عض دبل في الجوله 25. انا كان واحد من الناس كان عندي بوينو وكنت بفكر ان العبه، بوينو بدا ان هو يقعد، لكن كلمه انضم المكان واسيه بشكل كويس، فاوبشن كويس جدا جدا. وكمان زي ما قلنا على تاركوسكي، بقول لك ده اوبشن دكه عادي، لو ما لعبش مش هيزعلك، لو في ماتش قعدوا دكه عادي ارميه، مش هيزعلك في اي حاجه هتحتاجه اكيد. كمان الناس اللي بتفكر في البنش ولا حاجه هجيب جوله من الجولات هتحتاجه فيه. اللاعب الاخير هو لاعب الحقيقه لاعب جدلي، وانا مش بقول لك هاته معاك، هو لاعب جدلي ليه؟ لانه على حسب تشكيلتك، لانه هيبلانك في الجوله 25. هو استوبيان عاجبني جدا وشايف انه اوبشن كويس جدا، ولكن هو يبلانك في الجوله 25، فانا اعتقد معظم الناس تشكيلتها مش هتستحمل انه يكون موجود في 25. فانت عادي جدا تتفهم ان انت عايز تجيب اي حد مكانه وتحطه موجود معاك عادي جدا. ممكن الناس اللي عايزه حد من السيتي تمام زي الفل، هات حد مكانه من السيتي، لكن نقطه مهمه جدا لازم تقف عليها عند لعيبه السيتي. لعيبه السيتي المعجنه الحقيقيه وصلت، المعجنه الحقيقيه بالنسبه لبيب جوارديولا وصلت. الفتره اللي فاتت دي كلها والخوازيق والروتيشن كوم واللي جاي كوم. ليه يا باشا؟ عندنا مباراه دوري الابطال رجعت تاني، دوري ابطال اوروبا مراته ورجعت تاني، ودي فتره العصف بقى بتاع الروتيشن بتاع جوارديولا. عادي جدا ان اي حد يقعد وحد يلعب عنده ماتش في دوري الابطال يلعبه ويريحه في الدوري عشان ماتش سهل، وقصه وروايه وحدوته كده. دي نقطه. النقطه الثانيه ان حرفيا فريق السيتي ما عندوش حارس، ادرسون مستواه طول عمره مش التوب يعني، لكن السنه دي سيء جدا. فعايز تجيب حد انت من دفاع فريق السيتي براحتك زي الفل، حطه معاك، مش عايز براحتك. دي نقطه كده بدع فيها وحط فيها اللي انت عايزه زي ما انت عايز. نيجي بقى في خط النص. خط النص اول لاعب هيكون عندنا هو ماركوس راشفورد. يعني اعتقد ان هو لازم يكون موجود معاك في التشكيله بتاعتك، ما ينفعش تكون بتلعب وراشفورد مش موجود في تشكيلتك خالص. الواد ماشي بفورمه عاليه جدا، نسبه امتلاكه كمان او نسبه الافكتيف اونر شيب بتاعته في الناس الاوائل على العالم كلهم، او الناس اللي هم يعني في التوب 10000 تخطط ال 200%. فبالتالي راشفورد انت حاليا لو بيلعب في فريقك وانت مش مكابتنه
وعمل حاجه بينزلك في الترتيب، دي نقطه لازم تكون حاططها في دماغك. فمش هيكتر كتير على راشفورد، وراشفورد هيكون هو اللاعب الثاني اللي هتقعده جنب تريبير عندك على الدكه في الجوله 25. ده بالنسبه لراشفورد. بعد كده ندخل عند ماديسون، اوبشن محترم جدا، كلمتك عنه في جولتين ورا بعض، قلت لك ان الواد ده ساعه ما بيرجع الفريق بيفوق وبيكون ماشي بشكل كويس وان هو بيعمل، واتكلمتك عنه حتى في حاله لعبه الديفرنشال نسبه امتلاكه ما جابتش 5% يا جماعه لحد وقت تصوير الحلقه. فميدسون ماشي كويس. الراوند بتاع مبارياته مش حلو او رخم شويه، لكن هو ميدسون بيسجل في اي حد عادي، ممكن يحط لك فاول يجيب جون وياخد 3 بونص وشكرا على كده. فميدسون اوبشن محترم جدا لو عايز حد ديفرنشال يكون موجود في تشكيلتك، اعتقد ان هو اوبشن كويس. وانا لو بعمل وايلد كارد هجيب ميدسون معايا في التشكيله بتاعتي، دي نقطه لا محاله فيها، وهنتكلم في نقطه حته الوايلد كارد ديت قدام شويه اعملها ولا ما اعملهاش. بعد كده ميتوما برضه ماشي بشكل كويس، مشكلته في البلانك، وانا عامل حسابك ان انت هتحطه في التشكيله، تحطه كمان على البنش بره في الجوله 25 باذن الله. فميتوما ماشي بشكل كويس حتى لو هو الجوله اللي فاتت بلانك، لكن عادي جدا هيكون موجود معاك وهيفرق معاك على المدى الطويل، وبيجيب لك نقط، وهو كده كده سعره 5.1، يعني قريب اصلا من سعر الميرون اللي هو كده كده ببلانك، قريب من سعر بريرا، فنقطه مهمه جدا بالنسبه لميتوما. بعد كده هناخد لك الاوبشن ده 2 كومبو كده مع بعض، ساكا واوديجارد. ساكا واوديجارد الاثنين ماشيين بشكل كويس، الاثنين في الفتره الاخيره مستوى فريق ارسنال عموما اهتز، يعني الناس حتى اللي متابعه كوره يقول لك الكوميك بتاع الفيل بيهتز على الشجره. فعلا مستوى ارسنال عموما اهتز في الفتره اللي فاتت. هنشوف في الفتره اللي جايه يعملوا ايه، عندهم طبعا ماتشات كويسه مش هيبلانكوا في ال 25، فماشيين بشكل هما الاثنين الاضمن. خلاص قلت لك مارتينيلي عندي في تشكيلتي، لكن هو يخش في حته الروتيشن، خش في حته الروتيشن ان هو شويه هتلاقي تروسارد هو بيلعب، تروسارد بينزل مكانه، هيقعد بقى حوار بالنسبه لك وهيقرفك بشكل كبير. فدولت الاوبشن الاثنين المضمونين. والنقطه مهمه كمان ان انا هيجي ممكن في الجوله 25، الجوله 25 عندك مثلا دبل لفريق ليفربول عندك صلاح سجل في الجوله اللي فاتت، نستنى نتفرج عليه في الجوله اللي جايه كمان، تكون عامل حسابك ان انت لو عاوز ان انت مظبط كده الفلوس بتاعتك، لو عاوز ان انت تجيبه في ال 25 وانت بتعمل والد كارد دلوقتي، تظبط حالك ان انت يكون معاك الفلوس بحيث ان انت تنقل عليه. كمان نقطه مهمه كمان، الناس برضو اللي عايزه تجيب رياض محرز، نفس النقطه اللي قلتها على المدافع هقول لك على رياض محرز هيجيب نقط وكل حاجه، لكن يخش في مفرمه الروتيشن، عندك استعداد تستحمل قصه الروتيشن تمام. انما دي بروين بالنسبه لي بقاله فتره، لا بقاله فتره مش دي بروين اللي احنا نعرفه كفانتسي، مش بيجيب لك نقط خالص خالص. فبالنسبه لي ده علامه استفهام على موضوع دي بروين. تيجي عند الجزء الهجومي، الجزء الهجومي عندنا اول واحد طبعا ايرلينج هالاند، حدث ولا حرج، لازم يكون موجود في التشكيله، اوبشن ممتاز، اوبشن كابتنه اصلا. الراجل انا عارف انه كان اتصاب في الماتش اللي فات، لكن غالبا هيلعب ماتش ارسنال، هو طلع تقريبا زي اجراء احترازي او حاجه زي كده. جوارديولا قال ان هو خد ضربه، في صور اتصورت للتدريبات وهالاند في التدريبات، فلسه قدامنا كده كده الفرصه بتاعت ماتش ارسنال ان احنا نتفرج عليه، هيكون موجود ولا مش هيكون موجود. حتى لو مش موجود خليه معاك في فريقك، هتخسر فيه كتير جدا لو انت بعته. دي نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه، بمناسبه هو موجود ولا مش موجود والاصابات، ماتشات دوري الابطال لسه بتتلعب وماتشات الدوري الاوروبي لسه بتتلعب، فعندك ماتشات تقريبا لحد يوم الخميس، فاهدى على تغييراتك. لو انت بتعمل تغيير عادي اهدى على تغييراتك خالص لحد ما الدنيا تتضح، الدنيا ماشيه لحد فين. تيجي بعد كده عن كين ماشي برضه بشكل كويس، اوبشن محترم جدا. يعني كين بيجيب نقط حتى لو بلانك في بعض الماتشات، لكن كين بيجمع نقط على المدى الطويل. كين تاني اعلى لاعب احرازا للنقاط بعد هالاند، قريب جدا من هالاند مش بعيد. فهلا كين برضه هيمشي بشكل كويس في الفتره الجايه، ما تاخدش الماتش اللي فات بتاعته ان هو يكون موجود مقياس. ثم تدخل بعد كده على جواو فيليكس. جواو فيليكس كلمتك عنه برضه حاله اللعيبه الديفرنشال، اعتقد ان هو هيكون احسن اوبشن في الفتره اللي جايه، ماتشاته حلوه جدا جدا، عنده شويه ماتشات لوز، عنده شويه ماتشات فعلا لوز، عنده ساوثهامبتون الماتش الجاي، ثم بعد كده توتنهام، ثم ليدز، في ليستر، في ايفرتون، في استون فيلا، في ولفرهامبتون، عنده شويه ماتشات حلوين جدا. فانت ممكن تستغل هو ديفرنشال كده، الناس اللي عايزه ان هي تجيب حد مش موجود مع حد مطرقع كده ممكن تجيبه معاك. عايز مثلا مش عايز تجيب جواو فيليكس وعايز تجيب اناتشو مكانه، هات اناتشو، ممكن توفر مكان ماديسون لحد تاني. دي كلها تباديل وتوفيق زي ما انت عايز. نيجي لنقطه مهمه جدا وهي اعمل وايلد كارد امتى. دي يا صديقي على حسب حاله فريقك، لو انت هتعمل -20 اعمل وايلد كارد، دي نقطه مهمه.
طب انا مش، لا انا فريقي والله كويس او هيمشي بماينس 4، خليك في كده وما تعملش وايلد كارد ومشي حالك، لان كل شويه السيزون بيطلع فيه تغيرات بشكل كبير جدا. اعتقد كده يعني الجزء بتاع الوايلد كارد احنا اتكلمنا عنه بشكل كبير جدا. لو عندك لسه اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، نتناقش مع بعض في الكومنتات ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، نسيت اللايك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس، وما تنساش الاشتراك في كود دوري القناه هتلاقيه موجود تحت في الديسكربشن. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، شكرا والسلام عليكم.